أفريقيا تحتوي على الكثير من الأسود، ولكن أشرسهم أسود الأطلس اللي أكلوا الأخضر واليابس طول 90 دقيقة بالمباراة. المنتخب المغربي يفوز بثنائية نظيفة على المنتخب الكاميروني ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أفريقيا. حطنا لكم متابعة وتعالوا نسولف عن المباراة شوية. المنتخب المغربي يقول للمنتخب الكاميروني تريد تلعب وياي سرعات فأنا أسرع منك بهواي، وإذا تريد تدخل وياي بسرعات ثنائية فإحنا أقوى من أبطال المصارعة نفسهم، عندنا نايف أكرد والمزراوي والعناوي، وإذا تريد تلعب وياي روح قتالية فأهلا وسهلا، هذا ملعبي. المنتخب المغربي جاهز بدنيا، وتخيل وياي فاز بمعظم الصراعات البدنية والسرعات المغربية والضغط العالي اللي قدمه المنتخب المغربي. شفنا كل شيء حلو من المنتخب المغربي خلال المباراة. بداية المباراة المنتخب المغربي حرم المنتخب الكاميروني من كل شيء، قطع عليهم المي والهواء، وحب أقول لك يا عزيزي 0 تسديدات على المرمى. وتخيل وياي أول ركنية للمنتخب الكاميروني بالدقيقة 70، يعني الحارس ياسين بونو مرتاح طول المباراة، وهاي المباراة الخامسة إليه يطلع بكلين شيت، يعني ولا هدف في مرماه. والكرات الثابتة مال المنتخب المغربي الخرافية. أحب أقول لك يا عزيزي المنتخب المغربي يسجل هدفيا من كرات ثابتة. الهدف الأول عن طريق اللاعب إبراهيم دياز، الملك إبراهيم دياز، وهاي المباراة الخامسة إلى على التوالي يسجل هدف. إبراهيم دياز ثاني لاعب يسجل ب5 مباريات على التوالي. طيب اللاعب الأول شو اسمه محمد؟ اللاعب اسمه كوف العاني سنة 1968. إبراهيم دياز هداف البطولة ب5 أهداف. وأيضا انطلاقات إبراهيم دياز الخرافية، وين ما كان تشوف إبراهيم دياز خط الوسط جناح، وين ما كان بالملعب. اللاعب عبد الصمد الزلزولي قدم مباراة ممتازة، والأدوار الدفاعية اللي يقدمها ويا اللاعب مزراوي. وعلى طار مزراوي، شنو هذا الأداء الخرافي اللي قدمه المزراوي؟ خلى اللاعب اللي اسمه مبوبو اللي يلعب مانشستر يونايتد خلاه بجيبه. مبوبو هو أخطر لاعب بالمنتخب الكاميروني، ما عرف يستلم كرة، ما عرف يسوي أي شيء بالمباراة، اختفى نهائيا. اللاعب اللي اسمه كريستيان كوفان لاعب المنتخب الكاميروني نايف أكرد خفاه من الملعب نهائيا. المنتخب الكاميروني كل شيء ما شفنا من عنده، وحتى سلاحهم المفضل العرضيات ما عرفوا يسوون أي عرضية. شفنا اكتساح تام من المنتخب المغربي بالشوط الأول. المنتخب الكاميروني ما قدروا يتنفسون، ما قدروا يعرفون شلون يخرجون بالكرة بسبب الضغط العالي اللي يقدمه المنتخب المغربي. قسما بالله الضغط العالي اللي يقدمه